أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس 18 للدروس فقه السنة النبوية. درس بسا العنوانيس الذكر زرامة مثلا للدروس فقه السنة النبوية. المقصود ينسم القرآن باش نفهم ميراث النبوة، تريكا غادي جا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلاق أتنغار وتنسقردش وتنسين باش نفهم الحقيقة الوجود النغ، باش نفهم سر الخلق النغ غادي يخلق ربي سبحانه عز وجل، باش نفهم الوحي القرآن الكريم. الشق الثاني السنة شرحت القرآن الكريم. زرام نبدا ثابورث باب ثابورث بوسا الموضوع بوسا الذكر التمهيد ذي ثزوارا أدنيني آيات مثلا أطاس جمذانا إقلان غفل عبادة يجي ومسمان الذكر. العبادات أطاسيقلان إلى الظليث إلى رمضان إلى الزكاة إلى الحج إلى آخره ثقي عبادات، ولكن ثليث العبادة سهل في السوسث خفيفث اسميس عبادة الذكر. هذه دائما المقدمة الغاشي تغيمين ساعة المجالس تغيمين داخل بخام الريف بخام ذي ثادات ذي جماعي إلى آخره ذي القهاوي ذي كل مكان. ولكن أنا مستقسيات مثلا أهل ترى أكن ملانت المجالس النغ زديث، أهل ترى المجالس النغ عندنا تغيمي الصفانت، أهل ترى يأكل المجالس النغ عندنا تغيمي نذكر ربي الجواب خاطئ. أعطاسنا المجالس مذانا غفلنا فربي سبحانه عز وجل. أذ قيمنا ما الساعة مع 10 سوايع مع 5 سوايع غافلين. أدفذرن كل شيء سوى ربي سبحانه، أذكرن كل شيء سوى القرآن سوى والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المعنى المجالس النغ ثلانت ذيك الغفلة تسام قرآن. دائما ذي المقدمة العلماء منهم ابن القيم رحمه الله إن الذكر منزلة كبرى، يعني منزلة الذكر ذيون المقام علين ذيوث المنزلة يسعى نزل ذام قرآن باش تسنر سلغ النغ باش تسنر سلاون النغ. كذلك الناد الذكر هو قوت القلوب. الذكر ذنتغذ القوت ذنتغذ المكلة بولاون ما إلا المعدة يخمث اللوز أصتفكذ القوت، ولكن ما إلا أوليه يلوز إلاق أتسروض سالذكر. القرآن الكريم يهضر في الذكر أقيت توجد المقدمة أطاس الذي يهضر الذكر، ولكن تختار بعض الآيات ثم زواروث إلا وان ربي سبحانه يمرض سالذكر يفكد الأمر باش تنذكر. مثلا في سورة الأحزاب الآية 41 ربي ناد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المعنى الإجمالي للآية ربي سبحانه يمراغي فكرد أمر إنه خلاقات ذكر ربي طاس ماشي شويط. في سناث نهى عن ضده، يعني نهى عن الغفلة. في سورة الأعراف الآية 205 ربي ند ولا تكن من الغافلين وتسيليرا سقوقاذ يغفلن. في ثلاثة ربي سبحانه يشود يربط ير الفلاح ير النجاح أكذ الذكر يناد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الأنفال آية 45. في سورة 4 ربي سبحانه يربط ير الذكر أكذ الجزاء الأعلى الجزاء الحسن. يناد في سورة الأحزاب الآية 35 يناد إن المسلمين والمسلمات الآية شوية مقرث المتير يناد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقاذي ذكرنا ربي وقاذو نغفي لنا ربي وعديثم سلاجر أم قرآن. فيس 5 ربي جعل ذكر الله السبة باش ربي يفذر العبديس، يعني وين يفغان أثيد يفذر ربي سبحانه نتساند يفذر ربي. اذكر ربي ربي يذكرك. الآية الناد فاذكروني أذكركم، سورة البقرة الآية 152. يعني يا وين يفغان ربي أثيد يفذر نتسا أد يفذر ربي أثيد يفذر. في 6 ياكل الأعمال الصالحة أكل ملات مرة ربي دايما يختميت الذكر من بعد ثازاليث من بعد رمضان من بعد الحج ميتخذ مضيوث العبادة من العبادات الكبرى الأعمال الصالحة ربي يوم راغيد باش أثن ذكر بعد الأعمال الصالحة. مثلا تقول يعني ثازاليث ربي ناد فإذا قضيتم الصلاة مثل كفام ثازاليث نوال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم مثل كفام ثازاليث ذكرت ربي أما ثقيما أما سيفدذن أما فنوي على جنوبكم يون ما يثكى أذيب ربي سبحانه ذي من كل حال. لذلك نمناد في هذه البداية عبادة الذكر عبادة سهلة في السوسث سهل ذي من كل زمان ذي من كل مكان ذي من كل حال أتذكر ربي سبحانه عز وجل. لذلك كل ما ركفة صارت ماشي من كفا كان نفغ لا من كفا أدنفذ ربي سبحانه أنسباح وأنستغفار ونخدم الدعاء ثقيكم من الذكر. الآية جي تسد في سورة النساء الآية 103. ذكوين يعني صلاة الجمعة أساسا مساء ربي سبحانه يناد في سورة الجمعة الآية 10 يناد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني بعد صلاة الجمعة العبد إلى قاذي ذكر ربي سبحانه عز وجل وإلى قرأ أذ يغفل. الحج مثلا أمثل ما يكفوا المناسك الحج يكفى الحجيس لا شو دينا ربي في سورة البقرة الآية 200 يناد فإذا قضيتم مناسككم تكفى ما كل مناسك نون يناد فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يوم رغب ربي سبحانه باش نذكر. في 7 الإسلام يناد الذكر ذنتي السبة باش ننتفع بآيات الله. ربي سبحانه وتصل السين يدي يفكا علامات آيات باش نوحد أكثر باش نحمل أكثر باش نسين أكثر. ولكن أنوك سفايذين أكثر سي الآيات ربي سبحانه ذوي قاذي تذكرا يناد في سورة البقرة وكذلك في سورة العمران خاصة الآية 190 191 يناد إن في خلق السماوات والأرض في كذلك الآيات لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في كذلك الآيات للسن ربي في كثنتيد أصحاب العقول النيرة لأولي الألباب. من بعد في كذا الصفات نسن إن الذين يذكرون الله وقد يذكرون ربي قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني سوى وقد يذكرنا ربي سبحانه أليس فايذين سي الآيات سي العلامات يذكر ربي سبحانه ذي خلق ثيس مرة. ثقيوك المقدمة ثورا نفذو النقطة ثم زواروث. أولا تعريف الذكر ذا شو المعنى يس الذكر. العلماء نند الذكر معناه التخلص من الغفلة والنسيان. مرسي الفلاني يذكر ربي سبحانه المعنى يس أوريتسو أوري يغفيل تخلص من الغفلة أوري لا سوقات يغفلا وتخلص من النسيان أوري لا سوقات يتسون إذا ما دفعيون إكفى ثظلت كان يفغ أوري ذكر والو أوري استغفار أوري سباح أوري يحمد ربي أوري فك الدعاء والو السلام عليكم السلام عليكم يفغ يروح
يكشم ذي الدنيا يكشم شغاليس خاطي نكون يتمثل الى قد يلعب في ذكر ربي سبحانه وينا ورنا غفيلة تخلص من الغفلة خاطر الاسلام في سورة الاعراف الايه 205 ربي ند ولا تكن من الغافلين وتسيليارا سكو قاعد يغفلن لو كاد نفكيو نستقسي يتمثل اي غير ربي سبحانه ديننا ولا تكن من الناسين وتسيليارا سكو قاعد يتسون خاطر نسا يزرا باللي نتسو ياكو ولا تزاليت دي فوا تزاليت بالك تزاليت 4 ركعات نطور نزل 5 نغنزل 3 المغرب بالك نزل 4 5 ما نتسو معليش ولكن ما تتسوض ميد مكتاض الى قد كوريجي غتصحض الغلطينش خاطر ربي يناد في سورة الكهف الآية 24 يناد واذكر ربك إذا نسيت سبحان الله كان القرآن عجيب الآية مزورة يناد ولا تكن من الغافلين وتسيلي راس وقاد يغفل نزار ما يغرى سمحتي مثل عاميون 70 سنة ويتزال اسكو كيتسو ذا شو دياغنوستيك استخدم مخلوقين 70 سنة جامي الزولة ولا يوصل الركعة أسيض يتسو تظليت خاطي وريد سيارة خاطر أين هدي سمكتانا طاس ما يسلغ الأذان يرفع أدي مشتي ولكن يغفل ما يوالى إمذان نصوحنا الجوامع على الخير ربح الله يبارك ذا غادي مشتي ولكن يغفل ما يسلاسيوني يموت الموت هاد السمكتاي ديال الموت ولكن يغفل صافي مات ولا ميون إجات الزمان وريد زلارة يفرط العبادة ينس وسقرارة يتشوث ظليث إناس واقيذ الغافل سي بورسا العلماء ناند وين في الغفلة إزمرا ستكلغ 70 سنة 80 سنة أتاوي ذكير فريد ما كم ثاثوث أقلغ نكون نتظلى ولكن نثتو أتسو تظلي تتصوض بالك أتزوز رمضان بعد تتصوض أتشرى دقواس دقزال بالك ذي الحجة تتصوض والمنسك بالك ولكن ذو قذا ربي ناسن واذكر ربك إذا نسيت ولا ذي القوت ما تفضيض الماكلة بالك تتصوض نورمال ما دير بسم الله ما دي مريض إما إلا تتصوض المقربة تروض ثوضر الديسيرة سيضا سيطروطار وسقرا سيطروطار إناس بسم الله أولا وآخرة المعني سترقعض ثاثوثي تصوض لذلك ربي سبحانه يناد واذكر ربك إذا نسيت تعريف الذكر التخلص من الغفلة والنسيان أوين ريجن الغفلة أوين ريجن ثاثوث نغمي دي مكتا أدي في ربي سبحانه وقيد ساس نسمي الذاكر وقيد سيدت يذكر ربي سبحانه ثورة نقطة في السناث الفضل من الذكر على كل حال تصل أحاديث إقلان ولكن أنتقي بعضا منها ذا شوث بوزال ذا شوث القيمة من الذكر عبادة الذكر أدي أتجاوب في السؤال عن طريق الأحاديث أدخل 16 أو 17 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث مزوارو إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الله يا ربي الله هنا زوار المفردون ننس الصحابة وما المفردون يا رسول الله هل وقدك زوارا أثناء ذي القمة زوارا إناس الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ويقا ذي ذكرنا ربي أطاس أكثي قاذ يعني ثلاوين وثنتي تسويرا ذا ذكرنا ربي أطاس الحديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة يأكل أحاديث مسلمة كالملا صحان الحديث والسين في مسند الإمام أحمد مرفوعا من حديث أبي الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم إذا سكنت خبراغ سلخذمان ونيلهان سلخذمان ونيسعان توزكان يسعى نزل غربين سبحانه عز وجل فينا يرفع عن الدرجة يوم القيامة الصحابة الناس داشوث وما ذاك يا رسول الله داشوث الخذما قال غير السوضن غلم قام عليهم إناس ذكر الله عز وجل
يعني وين راه يذكرن ربي سبحانه، وين راه يذكرن ربي سبحانه عز وجل. الحديث وايض رواه الإمام مسلم أيضا، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إنك مرقمني يمذانا ذكرا ربي سبحانه عز وجل إلا حفتهم الملائكة. الملائكة حضرني لسن دورة الملائكة في اللسن، وغشيتهم الرحمة، يعني المجلس الرحمة. ثورة نغذي البداية أشحال مجالس ذي نقيم والو، ولاش ذكر ربي سبحانه، اولاش الاستغفار، اولاش التسبيح، ما في الدوني الثلا، ما في الدولار يلا، ما في الدينار يلا، كل شيء يلا ما عدا ذكر الله سبحانه وتعالى. أمشر في الرحمة، أمشر ليلة الملائكة المجلس ماجي، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. أسنيفك ربي والفضل ذا القرآن، أسنيفك السكينة. السكينة قيث مثلا العارفون بالله اتزال تاوزن تصهرا باش ضوضن درجة السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال كان ربي سبحانه هذا سنيفك السكينة وذكرهم الله في من عنده. يفكاسنا الفضل وايض أثنيف ذا ربي سبحانه عز وجل. نكون جارنا كان يتمثل ما سلغي والناس العباد الصالحين يذكرك يد الخير ما شاء الله أتفرح هذا سيد الفلاني يتسويانا يذكر يدس الخير. وما أدراك ولله المثل الأعلى ما إلا ربي سبحانه كي يتسويانا يفذري كد في الملأ الأعلى. الحديث وصل 4 في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث صحيح عن معاوية رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ينواس يفغد ريوث الحلقة، يفغد ريوث الحلقة ذا ذيك الصحابة غير ناس ما أجلسكم ذا شو تخدم من ذي المجلساقين وشو أشو كني طفنات قيمم ثاني ميثاقين وين ذا شو سنن قالوا جلسنا نذكر الله. الله يا ربي الله نقيم باش نذكر ربي والسنة تصق مثلا مراولين غاشية ذكر ربي اسقام تاقي وثلا قارا وثلا هارا إلى آخره. أذكرن ربي سبحانه عز وجل بما يرضيه في كذاكيث المجالس الرحمة. أكان يجاوب النبي عليه الصلاة والسلام ناس جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. هنا ناس نذكر ربي سبحانه وثنحمد ميغد يهذا الإسلام. أشو سنين النبي عليه الصلاة والسلام بشريثا يصفر حيثا إناس أتاني جبريل سفير الأنبياء يسد الامباسادور سفير الأنبياء جبريل عليه السلام فأخبرني يفكيد الخبار. ليش الخبار إناس أن الله يباهي بكم الملائكة. ولاش الشرف فم الشرف ربي سبحانه يتزخوس الذاكرين ازداد الملائكة يباهي بهم الملائكة. إذن حديث رائع حديث صحيح رواه الإمام مسلم. ويس 5 سأل يونس قرقازن يونس الصحابة يسقسى النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو الخدمة قلهان أفضل الأعمال باش الخدمن باش الذفعن وباش الطبقا. ذا شو سي النبي صلى الله عليه وسلم إناس أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. الخير أربح يعني معنى الإنسان يلازم الذكر ما تشذي ذكر ربي ما خطر سمحتي لأنك الغشي أذكر ربي ولكن ذي مذوحة زكوان ما يضاكن مقبار لكن لو سلتو ما يتسلياس ذيك ماس نغذافاس نغذميس نغاشو دام داكوليس لكن أثر ندخلوا زكا غادي الشهاد آذي ذكر ربي سبحانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي سمعيثي مزورة في نقورا أكنا ردي فاسق بورتاي باي باي بقى على خير الذكر. ولكن ذاك الناس النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى قنسيك هذه دائما يرضض من ذكر الله. هسا قال لي مثلا الله يبارك لفذا يذكر ربي سبحانه نكون يقول ما يكرسني يا بابا ما يقيم أمي ما يقول سقر الناس يفذر كل شيء ما عدا ربي سبحانه ولا ما يوثي وقوره ماشي ناس طار نغربي أمي هذا أئمة تواغيث سيتادير أولي خرض لو كان ذولي عمر نصر ربي سبحانه عز وجل أذيري اسم ربي سبحانه يقرب سلسيس
فلنعتبر. الحديث وايض وستة ورد في المسند، مسند الإمام أحمد، من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه إنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إفرد رورنا يناد أيها الناس أي مذان ارتعوا في رياض الجنة، رحت لبحير الجنة. قلنا يا رسول الله ذا شو ثنت رياض الجنة؟ إناس مجالس الذكر، المجالس في الجموياع أندى إلى ذكر الله تيقاذا يوم يسمى في عليه الصلاة والسلام تيفحيرين الجنة. حديث السبعة ورد في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه ذا شو دينا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وين يذكرنا ربي أم العبد لا نحي مذوينا ونذكر ربي وين يتسون ربي سبحانه إن يشواقي ذي العبد يموثا أم الميت. أنه غال الحديث والثمانية النبي عليه الصلاة والسلام يناد يروي الحديث إن يستد إبراهيم الخليل في كاسيوث الوصية. إبراهيم الخليل في ليلة الإسراء ذي الرحلة اللي يخدم من فيها الصلاة والسلام سيدنا ربي رحلة الإسراء والمعراج، الرحلة المشهورة الرحلة الخالدة من فيها عليه الصلاة والسلام. ذا شو سينا إبراهيم الخليل محمد صلى الله عليه وسلم إناس يا محمد سرثاك وقيك الوي كامل لكن من لا مرة إناس إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام. يصوض السلام سبحان الله نكوني جارنا كان ما كاين فايد سليم فلا كان فرح أسيد مرحبا سلاميس مرحبا سلاميس ذا نكوني ياسين إبراهيم الخليل مرحبا سلاميك إن ياسين محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم سورة الأخبار أن الجنة طيبة التربة. الجنة كيف نتسزل فنتعتيف فنخدم فنعبد ربي إن يسكاليس طيب يلها إن يس عذبة الماء أمانيس الهان جديد صفان ضغامو السنة الله يبارك ونفذو يونسي العارفين إن يسمي ولا غسمني حار يعني سخون بزاف حار إن كاد مشثير جهنم في رقم غطس يونس فيرا أكنا ثوض درجة الحرارة 33 34 تبض 40 دغان سرقيجي أندا إلى كليماتيزور أندا إلى فونتيلاتور أندا لو ماني صماضا الله يا ربي الله ذا شو تراجون ذي لا خرث ألور ميديوسا واس ذا صغال يحمانا طاس أدن مشتيناس يحمانا أكثر أدن مشتين جهنم والعياذ بالله. ألور ذاك الناس عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها يعني الزويس تجوريس ذا شوت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث حسن رواه الإمامان الترمذي والإمام أحمد. ألو يثمثن تجورن الجنة ذي الذكر ألو راويني فغانا ذي الزون التجور ذي الجنة سوا شو سد ذكر مدن سبحان الله تزات جرى ذينا الشيني مدن الحمد لله كيف لا إله إلا الله أكبر. وكن ديني حديث وايض إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوثن تجرى ذي الجنة ذي الحوم الراكب ذي ثيليس 100 سنة الراكب ماشي وين يلحون فوضار ذي ثيليس ثيليس عن ثيلين. على كل حال الوقت ما يسمحش باش نفصل أدخثيرا كان فقط بعض الأحاديث أدو غلغ الحديث وست ساعة يناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم فيما يرويه عن ربه وقي حديث قدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه شو دينا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذا شو المعنى الحديثين؟ ربي سبحانه غادي يتمسلاي إناش
على حساب وليك، على حساب النيايش. أكن إلا وليك قال ربي سبحانه وتعالى إناك ما إلا تفضل ربي الثاني يذك ذا شثر ما إلا ربي لا رثمك إلا يذك. أم بعد إناك موين يذكر تقولي سيت نفسيتيس ربي سبحانه أثيد يفذر يتنفسيتيس ما ذونا هدي يفذر ير الغاشي يري مثانا ربي سبحانه أكيد يفذر يرث الملأ آخرنا الملأ قلنا آخرنا تجمعيتنا آخرنا الغاشينا. الحديث 19 هذا حديث صحيح في البخاري يناد النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان سني ووالا سني مسلاين خفيفتان على اللسان خفيفيث في السوسيث فيلس ثقيلتان في الميزان يعني الزيث ذي الحسنات الزيث الحسنات حبيبتان إلى الرحمن يعني ربي حملي ثنت ذا شو ثنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني ربي ثقي الزيث ذي ذرار وروزين ترى والخفيفيث مردين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يسعدك آمار زقيه. ثورة نغارغ الحديث 11 يناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم أحب الكلام إلى الله أكوى ولي حمل ربي سبحانه أحب الكلام الله تعالى أربع مسلين أمزوارو سبحان الله والسين الحمد لله وثلاثة لا إله إلا الله وسربعة الله أكبر. من بعد الحديث يكمل ولا يضرك بأيهن بدأت افذس قم زوارو ناس قول الناس ناس قول قالوا كيف لاجر ذيون. الحديث 12 يناد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الترمذي يناد سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. ويوصد النبي عليه الصلاة والسلام باش الحديث هاكي أثيد نغار الصباح واهد نغار ثمديث مولاش مقاري وثنتيكلت ذكواس. الحديث 13 ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ينادى النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة وين ردينين الذكراكي ذكيون واس 100 مرة ذا شو الفايدة كانت له عدل 10 رقاب أماكن إحرارد 10 بخلان 10 ليزي سكلاب يغثنيد الناس نروح في سبيل الله وكتبت له 100 حسنة وسيكتب ربي 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة أسمح ربي 100 سيئات وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وكي حرز ربي وربي سبحانه وكي يحفظ سي الشيطان أسكامل ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به ولاش وقنا مشيني سوى لكسبسيون إلا رجل عامل أكثر منه سوى وين كيفا وين كي غلفا إفذا ربي أكثر ريش أخاطر ربي سبحانه يناد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحديث 14 حديث أيضا صحيح رواه الإمامان الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله الناد أفضل الذكر لا إله إلا الله ولاش الذكر يجيفن مرادين لا إله إلا الله ذواقيد يقصد على حسب تفسير ابن عباس في سورة إبراهيم الآية 24 إمدينا ربي ومثل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. التفسير ابن عباس إنك ربي يقصد لا إله إلا الله وهي أفضل الذكر. الحديث 15 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث رواه الإمام البخاري ومسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم إن ياسين تسع يا أبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة
إن اسمك دملاغ أي الروج أن تريزور كنز ذي الكنوز الجنة من الكنوز الجنة إن ياس بلا يا رسول الله فوازر غدا في الرجاقي إن ياس قل لا حول ولا قوة إلا بالله أو إني فغانا سيفك ربي يا الروج ذي الجنة أثي حافظ في الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستاش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري يناد من قال وين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وين ردين الذكر سقول يصفان معنى إيمانا واعتقادا سقوليس هذا الحديث إنك وجبت له الجنة. حديث أبو داود. حديث غير واحد الإمام مسلم قالوا 17 إن النبي صلى الله عليه وسلم قيم نساء أبو بكر الصديق كل أمر الخطاب أذغان إناس أبو بكر الصديق إناس يا رسول الله أنواع قلهان ذي المجاهدين طائفة المجاهدين لا كاتيجوريا علين القيمة سن إناس النبي صلى الله عليه وسلم إناس أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ويقال ذكر ربي يطاس إناس أنوذي الصالحين أنوي قال أنا كذلك السن إناس أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ويقال ذكر ربي يطاس أمي دي فكاس تقسين النبي عليه الصلاة والسلام في جوفك أذغى أبو بكر الصديق يسقسى عمر بن الخطاب إناس ذهب الذاكرون بكل خير إناس الذاكرون يوينك الخير يعوم الخير غرسا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل دي جاود إناس أجل يون بولي سينا المعنى يسنا عم أبونا كل خير ذا القرآن أغجع ربي السيسن ثورة بغض 17 الأحاديث يتماثل ولكن تصل قلاني وقد كان في حدود الوقت إنسى هذه الدرس ولكن تصل الأذكار لعبد ما يستغفر الله يبارك ما إلا يصلى في النبي صلى الله عليه وسلم ذا الله يبارك المهم أوري غفلارا أو في الذكر من ربي سبحانه عز وجل. ثالثا في ثلاثة أنواع الذكر ذاقي إلى ألف باء ألف أظهر في التقسيم الأول ألف من حيث المضمون الكونتوني المضمون ذاقي إلى ثلاثة الأنواع 1 2 3 أمزوارو ذكر الأسماء والصفات والسين ذكر الأوامر والنواهي والثلاثة ذكر النعماء والآلاء. أشرح باختصار الأنواع النوع أمزوارو ذكر الأسماء والصفات المعنى يسوري لا قارن نغفل في الأسماء نسيدي ربي أثنذكر الله الحي القيوم الوارث الواجد الماجد الغفور الودود الرحمن الرحيم إلى قن ذكر ربي سيسمى ونيس ومن ذكر ربي بتدبر إلى قنزر شولان داخل خطر أسماء الله الحسنى سميت حسنى خطر كل اسم يحمل في ذاته الصفة. مثال مرضين ذا القيوم من أسماء الله أيفدذ واحد سوري حواج يوان منع فذيث وسنرنو ذي الشانيس مثنى في ذارة وسنسن قصر ذي الشانيس وغي حواجارة إن كني العكس تماما نحواجث في كل ثانية الهوى يجيس تنشيق يتمثل لو كانت يحبس ربي سبحانه ثرو فلانا أنصبر شوط في القوث أنصبر فامان ويقز مالي خم قراب دوافا في الهوى يخنق دماء تصق ما يخنق كين إضراب عن طعن والصغار أنبعد إلى الهوى ضغاب المناسبة ربي جات باطل له قالوا كان الهوى يتسنوزو ذي السواق يتسنوزو ذي تحونا أنخذ ملا الشينا كي نوالد الزكاة خاطرنا كي الغاشي يحمل كي نوالد الزكاة أم كثروا يذنا ولكن باش نزر بلي كوني لا نقوم بأنفسنا نحتاج إلى ربنا الوارث أكن مثل لي زيريتي الورثيات ولكن أديس وساغ ورثا وقايد نجذفير وذي ورثوا ثم ورث تفديل مولان المديوس الوارث الحقيقي أنوى ضرب سبحانه اسم الوارث ربي عند القرآن الكريم ولله ميراث السماوات والأرض. النوع والسين ذكر الأوامر والنواهي المعنى عند ذكر بالأمر
المعنى سمكتي لقد نمكتي الأوامر باش نطبق على حساب تزمرتنا إذا غاد نمكتي النواهي أن دينا ثقيد الحرام ثقي جنفتاس ثقي جتتس إذا ميلا نطبق الأوامر والنواهي فقد ذكرنا الله. النواوي ثلاثة: ذكر النعماء والآلاء. المعنى يسد المكتين نعم سيدي ربي أكل من لا إلا وادي ديون واستفكار ربي النعمة أكل من لا ميمو قال يحسب لي من سن جاتنا ربي سمع تصل غاشي فغن شو توفاكين ربي شو يديف كان كين نسيف كاس ربي الصحة في كاس ربي الدريا في كاش نهار فيه ليش نغا وزال غاشو تي خاصا غاي السخطة في فغل عقل لكن تروي في الليل ومكيني كذا ومكيني كذا أين سال الفلانية الغافل أو ربي سبحانه وتصل النعم يفكا التي لا تحصيها عددا ما إلا يباسي كساكي وث الحاجة إنك لا كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله ينبوال ذا مسنوي كنا دول يقرز إنك ربي ما يكساكي وث النعمة وتوالي النعمة نيك يكسر ربي موقل النعم دي جا ربي وتحمض وتشكرض إنك إذا سلب الله منك نعمة فلا تنظر إلى النعمة المسلوبة ولكن انظر إلى ما بقي من نعم فتحمد الله عز وجل وتشكره. طيب إذن يثمثل لقد نذكر غاثة إذا شو نزمرة أفذوت إذ كان نعمة الإسلام في الحوض نعمة الإسلام نعمة الصحة نعمة الدريا نعمة النجاح وقاذي نجحان ميمو قاذي خسرن ذي النعمة أخطر رب ذرة نافعة خذ من العزيمة من الهزيمة ولا قالت ذوف من غتخسرن غتجمثا زالي ثنون إيمو تربيح ضرر ذي الباك نغو تربيح ضرر ذي البواف نغو ذي الليسونس الدكتوراه خاطي أمكتي ذا شوث الحاجة لكن قارن زيش كل محناث ذي العقل احفظ دروس الرادار قاعد مانيش غير مليح ومن بعد النجاح دياس سيوباس ان شاء الله تعالى. الله يثمثل ذاك غاب بالمناسبه يوم الحديث قدسي نهي ربي سبحانه اكثر ديروان في عليه الصلاه والسلام إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأشكر ويسقر وأرزق ويشكر سواي خيري العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي إلى آخره. حديث عظيم ربي سبحانه يفكد يعني النبأ العظيم يقول يا راس أكذ نكني معشر الإنس أكذ الجن أطاسي دي رزق ربي وقاذي دي رزق ربي شكر نويا أطاسي قصر ربي شكر نويا ولكن يتمثل كذي الغفلة أوها ربي يدنو غالسافريذ مرة المدينة أهل ذكري أهل مجالستي أو قاذي ذي ذكرا ربي أثان يذسن تقسيم ويسين من حيث النوع من حيث الكيفية لا ميثود طريقة الذكر ذاك إذا غلان تروا ميثود ثلاثة طرق ثم زواروث سير الطوب ثاقي البرومي شوا شوفوا ثاس مليح نوع مزوارو ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. المعنى يس الذكر قلهان البرومي شوا الذكرني أريزغن أوليش أدي فرس جيرسي وقيل الطوب البرومي شوا ذوا يا أخي تحب الماكل البرومي شوا غلا أكل مثل من نحب البرومي شوا ما يغاشي لكن البرومي شوا ما الطوموبيل البرومي شوا ما السلعة البرومي شوا ألور ميم الذكر إلاق نحرص على البرومي شوا ذوا إلا الدوزيام وإن دواس ذكر بالقلب وحده وكذا فنيان إذ شرب تقوليس ولكن السيس يعقن ودين تقارا إلا قصر هذا تسوثني قارن القبائل زيك ما طرا هذا تسوث مثل ديرني شوا غنقالوا ياك ذكر باللسان وحده لكن استغفر الله الحمد لله بيبريكان ولكن تقوليس خاطي المشاعر لي سنتيمون يقول واللي قد يحرك الى قد يسعو الذكر من بعد ديفاس جيلس ما سجلس كان ولكن معليش ماشي المعنى يسوي ذكر ربي سجلسيس غافيج وبس يوني حد يونو مسناو الناس كاين يهلك لا شو الهلاك الناس ذكر ربي سجلسي وليو يضعف الناس ألزم ذكر اللسان حافظ في الناس الناس لأن الذكر باللسان يؤدي إلى الذكر بالجنان مع الوقت أذ يغال ميموليس هذه الذكر إن شاء الله تعالى. ثم آية مثلا
رابعا وأخيرا نقطة ثانكاروث أماكن ولف ديال المنهجية خلاصات. الخلاصات ودقر كل شيء الساقي عاد غير الدرس وايض خاطر نخدم درس الدعاء وكاين دكولا الذكر مع الدعاء ذي الدرسين قالوا ان شاء الله درس الدعاء زياد نفك الخلاصه حوالي 90 خلاصه انت نفك مختصره ان شاء الله يفذري ثنتيد ابن القيم في كتابه القيم اسمه الوابل الصيب. الساقي النهايه بالدرس بس ان شاء الله ادفذر 5 كان للنتائج 5 الثمرات. ثم زواروث الذكر ايسر العبادات يعني يثمثنا في استماثين أكن من الله إلى قنو لازم الذكر خطر يسهل وري حواج اللوضو وري حواجات تفضل في اللاس أكن ثلي ذيم كل زمان ذيم كل مكان ذيم كل حال أذكر ربي سبحانه عز وجل. الفايدة مزور التاع في السناف الذكر يقرب إلى الرحمن يعني ونذكر ربي هذه قرب ربي سبحانه عز وجل. وفي الثلاثة يطرد الشيطان يعني ونذكر ربي الشيطان ذي بعد فلاس. في 4 يرقق القلوب ولاوني قرنا مزروم ما ذكرنا ربي أذغل ولاون سن أذي رقيقا. في 5 تتنزل به السكينة. السكينة حواجت مرة ربي القرآن يناد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكن ملا غاية مثلا حواج لوننا باش نذكر ربي سبحانه أذي رقيقا ودينزل ربي السكينة ذقولونا مرة. ذي الخاتمة دينا مثلا الحديث يسينا النبي عليه الصلاة والسلام إناس يا أبا ذر الغفاري إناس يا أبا ذر إناس والله إني لا أحبك يقول إناس وظهرك حملة. أم بعد شو سينا لا تنسى وستسيارة بعد يعني في دبر كل صلاة مثل في تظليثيك ذا شدينير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أربي عوني باشك ذكرى باشك عبذا باشك عبذا باشك شكرى باشك ذكرى باشك عبذا باشك شكرى. وخاتمة الخاتمة أديني أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله.